بقول كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب. النهارده بدايه اول يوم في الدوره الرمضانيه. طبعا النادي مفتوح للاعلام الكبير استاذ عبد الناصر. هو ده بيته الثاني بيته يعني. ده تشجيع ودعم للشباب. حاجه جميله جدا، الفرق الموجوده كلها شباب. النادي مفتوح لها وبنشجع الدوره الرمضانيه. دي اول مره نتعاون مع كوره سبورت وبرنامج كوره لبلدنا. ان شاء الله هيتبسطوا معانا. يعني دي كانت لقطات سريعة. دي دورة كورة سبورتس. يعني نادي النصر احتضن دورة تانية. على فكرة الدورة دي دورة تاريخية. ليه بقى؟ لأن لأول مرة يتجمع شباب ما يعرفوش بعض من على الفيسبوك عشان يشاركوا في دورة رياضية. كان من خلال صفحة كورة سبورتس وكرة بلدنا على الفيسبوك تجمعت هذه المجموعة مئات الشباب. يعني بشكر الاستاذ علي سعد والاستاذ طارق سلام على طول معانا على الهوا. هتشوفوا كم شباب وكم براعم في نادي النصر تواجد في الافتتاح على شرف وجود وحضور. انت شايفين يعني على السلم اهو العلوي. يعني حاجه ما كنتش متوقعينها على شرف حضور الدكتوره سحر عبد الحق رئيس مجلس اداره نادي النصر. بشكر وليد سيد، بشكر كل المنظمين وكل ادمن الصفحه اللي شاركوا معانا. اللي شارك معاهم 16 فريق قسموهم على 4 مجموعات، وهيكون حفل الجوائز كمان راقي جدا، وهنجيبه لكم معانا في الحلقه اللي جايه. طيب خليني قبل ما اسيب نادي النصر وما دمنا بنتكلم عن الدكتوره سحر، يمكن دي لقطات تذكاريه كده لان التجمع كان كبير جدا، ويمكن تواجدنا والكل صمم، واحنا كان لنا الشرف ان احنا نلتقط هذه الصور التذكاريه مع هؤلاء الشباب المحترمين اللي بيتابعونا عبر الفيسبوك، ولهم منا كل التحيه.